فاضل يومين على افتتاح المتحف المصري الكبير. كلنا انتظرنا الافتتاح ده لأيام وشهور وسنين. إن شاء الله الافتتاح ده هيبقى حاجة من أعظم الافتتاحات أو المشاريع اللي اتعملت في العصر الحديث كله. مصر بتهدي العالم هدية. بنهديهم حضارة، بنهديهم علم، بنهديهم اندهاش، بنهديهم انبهار بحضارة لسه لحد النهاردة فيها اكتشافات كتير قوي محدش يعرف عنها حاجة، فيها أسرار، فيها لغز كبير. بنديلهم هدية كبيرة. قعدنا نحضر فيها كتير قوي. أتمنى إن شاء الله إن انتوا تعلموا ولادكم إن هم يفتخروا بمصريتهم. علموهم إن هم يعرفوا تاريخ أجدادهم، يفتكروا إن إحنا أحفاد الفراعنة. واكيد ان شاء الله الحدث او المتحف اللي اتعمل ده مش هيبقى اقل اهمية من حضارة بلدنا، اللي هو اي حد يشوفه بينبهر بيه زي ما كل الناس بتنبهر بالاهرامات من الاف السنين. احنا احفاد الفراعنة، مش اقل ابدا ابدا من اجدادنا اللي عملوا ما يبهر العالم لالاف السنين. ان شاء الله يوم السبت كلنا منتظرين نشوف العظمة، ونقعد كده ونجيب اولادنا ونتفرج زي ما بنتفرج على الماتش كده ونتجمع، وكلنا نقعد نفتخر كده بمصريتنا ونفتخر بانفرادنا ونفتخر بحضارتنا اللي ملهاش مثيل ولا ليها زي مهما حاولوا يقلدوها. احنا المصريين، احنا الفراعنة، احنا بس اللي نقدر نعمل حاجات محدش يعرف يعمل زيها. دايما اقول احنا عندنا جينات الملوك، محدش يستغرب من اللفظ ده، لان فعلا كل مصري عنده حاجة فريدة، عنده فكر فريد. فلما بنعمل حاجة محدش بيعرف يعمل زيها ولا حد بيعرف يقلدها. والمصري دايما مميز بتفكيره، بإنجازه، بانفراده. يا رب يوم السبت ان شاء الله يبقى يوم جميل، مش التاريخ كله مش هينساه. هنعيش قصة كبيرة جميلة بين عظمة الماضي والحاضر.